الموضوع بدأ من وانا صغير. كنت بتحب بنت وانت صغير؟ والموضوع علق معايا، انا قلت يومين وهنسى، واليوم عدى 2 عدى 3 وبقوا 8 سنين بس. فحاولت اتعلم كل حاجه بقى ممكن تتخيلها، فعشان اعرف السبب اللي انا اترفضت عشانه. لما وعيت على الدنيا وعرفت يعني ايه حب اترفضت، فانا بحاول بقالي 8 سنين بحاول اتعافى من حاجه معينه، بس انا عمري ما اترفضت. فالموضوع كان بالنسبه لي صعب شويه. انا كنت راسم حلم معين بس ربنا اراد حلم تاني، والحمد لله يعني بسعى وان شاء الله خير. تعرف هي فين دلوقتي ولا ما تعرفش؟ اعرف، واتمنى تكون مبسوطه في حياتها والله بجد. يعني بجد انا مش عايز اي حاجه من الدنيا دي غير ان اشوفها سعيده ومبسوطه في حياتها، سواء معايا او مع غيري. يعني انا بني ادم طبيعي جدا، يعني بشتغل من وانا عندي 12 سنه وبحاول اعتمد على نفسي، وعندي حلم نفسي احققه، وان شاء الله ان شاء الله هتشاف قريب وهحقق حلمي دوت اللي انا بحاول بقالي كتير بحاول اسعى عشانه. عايز اقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. بس يعني احنا في تلاقي، ويا ريت الناس تحب بعض. حاولوا تتمسكوا في الناس اللي حواليكوا، حاولوا تحبوا بعض اكتر، حاولوا ما تستغنوش عن بعض، واي مشكله تحصل ما بين اي اتنين حاولوا تكونوا انتوا ضد المشكله ديت، ما تخلوش المشكله هي اللي تفرقكم. حاولوا تكونوا علاقتكم اقوى من اي حاجه تحصل ما بينكم. مفيش حاجه بتحصل في حياتنا صدفه، كل حاجه بتحصل في حياتنا ليها سبب، ولو ما كانش ليها سبب ما كانتش حصلت. وكل واحد فينا موجود في المكان اللي ربنا عايزه يكون فيه بس. اتمنى كل واحد يعيش الحياه اللي نفسه فيها، واتمنى كل واحد يكون مبسوط في حياته. ولو حاجه ضاعت منك ما تضيعش على اللي فات، ولانها لو كانت خير ليك ما كانتش ضاعت. وحاول تفكر في اللي جاي، واستغل كل النعم اللي ربنا عطاها لك وبس. واسف اني طولت عليكم وازعجتكم، بس الدنيا لسه فيها خير، وما تظلموش حد. يعني احنا دلوقتي بقينا مستسلمين لكل حاجه في حياتنا، عاملين زي الذبيحه كده الجزار خدها وعايز يذبح لها. احنا الاول ما كناش كده، احنا شعب جميل وشعب كويس وجدعين جدا 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 جدا، والعالم كله بيحلف بينا. مفيش حاجه في الدنيا دي ستيبل، كل حاجه بتتحرك، كل حاجه احنا كلنا بنتحرك. انت هتفضل مكانك هتقول انا ستيبل، لا انت مش ستيبل. انت يا بتتقدم وبتطلع لقدام يا بترجع لورا. انت هتلاقي صحابك واهلك والناس اللي حواليك بينجحوا وبيتطوروا وانت بترجع لورا. فحاول ما تكونش ستيبل في حياتك، حاول تكون شخصيه مؤثره في المجتمع. انت ربنا جعلك خليفه في الارض، فانت حاول تكون شخص مؤثر وشخص ناجح وشخص عندك هدف وشخص بتحب الخير لغيرك، لان ربنا سبحانه وتعالى عطى لكل واحد فينا ال 24 ايراد بتوعه. فحاولوا على قد ما تقدروا نكون ايد واحده. حاولوا على قد ما تقدروا لو حد فيكم محتاج حاجه ما يبخلش على غيره بمعلومه، ما يبخلش على غيره بحاجه. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. فاحنا كلنا اسباب في حياه بعض، بلاش نجرح بعض، بلاش نزعل من بعض، بلاش نسيب بعض. يعني احنا حاجه جميله جدا واحنا ناس جمال. حاولوا على قد ما تقدروا تحافظوا على بعض.